شكل العرض العسكري الذي قامت به الوحدات المختلفة في القوات المسلحة بالساحة الخضراء نموذجا متماسكا ومتناغما يعكس حالة من التطور الفريد داخل القوات المسلحة السودانية، حيث قدمت القوات الجوية طرازا جديدا من المقاتلات الحربية والطائرات أدهش الحضور. وبينما تعرض الوحدات المختلفة أسلحتها وعتادها، قدمت طائرات السوخوي 25 والميج 29 عرضا جويا يكشف حالة التحديث في سلاح الجو. وكان لابد القوات المسلحة أن تعطي لهذا اليوم طعما خاصا بهذا العرض العسكري الحاشد الذي أردنا أن نصر فيه قوة السودان وعزة السودان ومنعة القوات المسلحة. القوات المسلحة التي ظلت دائما طوال 50 عاما تقاتل من أجل أن يكون هذا الوطن واحدا موحدا. كما شاركت طائرات التحكم من بعد والرقابة الجوية إلى جانب طائرات الهليكوبتر المقاتلة. وعرضت القوات المسلحة في عيدها 54 صواريخ شواظ المصنوعة محليا والتي يبلغ مداها نحو 27 كيلومتر إلى جانب أنواع مختلفة من المدافع المتطورة والحديثة. أردنا في هذه الأيام أن تكون هذه الاحتفالات أيضا رسالة لأعداء الإنسانية الصهاينة المغتصبين الذين اغتصبوا أرض فلسطين والذين الآن يقيمون إبادة جماعية وإبادة عرقية لشعبنا الفلسطيني في غزة. هذه المجازر التي نراها الآن نريد أن تكون هذه القوات سندا ودرعا وحماية لأمتنا ولشعبنا في فلسطين إن شاء الله. وشاهدت جماهير الشعب السوداني بالساحة الخضراء صواريخ السام 7 والتي يمكن بواسطتها إسقاط الطائرات. الدبابات وحدها شكلت عرضا مذهلا في عيد القوات المسلحة مع تعدد أنواعها وأغراض استخدامها حسب طبيعة المناطق التي تعمل بها. وشكلت الدبابة البشير والدبابة الزبير والدبابة 55 كاسحات الألغام وناقلات الجنود والمدرعات البرمائية حدثا عسكريا مذهلا. ويأتي العرض العسكري للقوات المسلحة وقوات الشرطة الموحدة والقوات النظامية الأخرى رسالة قوية لكل المترابصين بالسودان وأمنه واستقراره ووحدته. مشاهد وشواهد تحكي معاني الوطنية والفداء، معاني الاستمرارية والبقاء والاستمساك بالشرف الوطني في وجه الطغيان والجبروت. مشاهد تحكي عظمة القوات المسلحة في عيدها 54 تخرج متوشحة بثوب النصر والفداء، تتحدث عن معان وقيم وانتصارات سطرها أبناء هذا الوطن عبر التاريخ ليكتبوا بأحرف من نور إعلان استقلال السودان. إنها حقا مشاهد مدعاة للفخر والعزة تجسده القوات المسلحة وقوات الشرطة وقوات الأمن في يوم من أيام السودان الخالدات الذي تجلت فيه قدرات أبنائه بصياغة قرارهم التاريخي بخروج المستعمر واستقلال البلاد. إن الاحتفال بهذا اليوم يعبر عن فرحة وطنية ترسل فيه جموع الشعب السوداني رسالة للعالم واضحة الدلالة قوية التعبير نقرأها عبر احتفال القوات المسلحة بعيدها الوطني. إن القوات المسلحة التي التزمت منذ فجر الاستقلال جانب الشعب الذي خرجت منه فبذلت في سبيل الحفاظ على أمنه واستقلاله الدماء الغالية لهي قادرة وما زالت تمسك بسيف العزة والحسم ترهب به كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الوطن. حقا إنه يوم عز وفخر للقوات المسلحة والشرطة والأمن، ويسجل لهم التاريخ هذه الوقفة تقديرا لما يقومون به وما ينتظرهم من مهام كبيرة وواجبات عظيمة للحفاظ على أمن الوطن.